اللي قدامك ده صديقي من مائدة قرابين وعقيدة الباء لأحد عقائد المصري القديم. والباء ده هي تنشأ خلال موت المتوفى. تمام كده؟ الكاء والباء الاتنين زي بعض. تمام، بس ده يصور دايما ليها بشكل طائر وعلى شكل المتوفى، والطائر بيبقى شكل ليه رأس المتوفى. ده أحد عقائد المصري القديم، وده موجودة في الكاتاكمب. طبعا احنا اتكلمنا كتير قوي عن الكاء قبل كده، وجدنا النهاردة عشان نتكلم عن عقيدة الباء، وده أحد عقائد المصري القديم اللي موجودة معنا. ده الباء مائدة القرابين. تمام، احنا في كوم الشوافة مائدة قرابين الباء، وهي عقيدة لدى عقائد المصري القديم. الباء تنشأ أثناء موت المتوفى وتتحد مع الكاء وتصعد للسماء للآخ، وتبقى أحد النجوم أو من ضمن النجوم، وده راجع برضو لعقيدة الباء. طبعا بتصعد من السماء، تصعد عن طريق المقبرة، وده الشكل اهو، شكل الطائر اهو. تمام، وده الشكل اللي بيبقى فيه طائر وعلى شكل المطار. ده صديقي عقيدة الباء. أنا أحمد سفاري، وده صفحة زي الشرف ما بتقول.